بعد طول انتظار وتنسيق كتير ورسائل كتيرة واتصالات كتيرة، اليوم الفنانة السورية رباب كنعان ضيفة برنامج إنسان. خطوة عزيزة، شرفتيني. وهذا فعلا لقاء منتظر بالنسبة لي. أهلا وسهلا فيكي. شكرا لاستضافتي. منتظر لأكثر من سبب. يعني أنت أول شيء بتعرفي محبتك عنا وعند الجمهور بسوريا، وأنت مبتعدة تماما عن الإعلام، يعني إلك إطلالات نادرة جدا وبأوقات مختلفة. أول شيء في مشكلة مع الإعلام، يعني بتحسي إنه آه، في ناس بتخاف من حالها بالإعلام لأنه بتتورط يمكن أو صريحة زيادة. في ناس ما لها أخلاق، بتقول لك أنا مالي أخلاق أقعد أخذ وأعطي، أنا شغلتي مثلا كذا وإلى آخره. أنت شو فلسفتك بالنسبة للإعلام؟ هلا هي مو فلسفة، بس يعني ببساطة بحس مو مكاني. يعني مم. بحس انه مكاني انا يعني مو خلف امام الكاميرا. الاعلاميين دورهم الون، ويمكن احساس عالي بالمسؤولية. مم. يعني وبجوز في بجانب تقصير مني بصراحة يعني. اليوم رح حاول كتير هيك فيك بعض الشفرات اللي ما انحكى فيها سابقا. رح حاول، يعني بيكفيني شرف المحاولة. السؤال أعمى والإجابات عندك، خصوصي إنه أنت بتحبي إنه تكون دائما حياتك الشخصية بعيدة عن الإعلام. بس اذا بتسمح لي، السؤال لا يمكن ان يكون اعمى. مم. دائما السؤال بيكون مفتح، بيفتح لنا دائما آفاق وأنت جديدة. حتنوريه أكثر. تسلم لي، شكرا. أوكي. بدي أحكي شوي عن الطفولة. ولا مرة أنا هيك سمعنا عن طفولتك. كيف كانت طفولتك؟ شو حامل اليوم من هي الطفلة، إن كان على الصعيد يعني إن كان إيجابيا أو سلبيا؟ هلا سؤال فضفاض مم. يعني. ولكن يعني طفولة عادية. مم. أنا من أسرة بسيطة متوسطة الحال يعني. بس أنا فهمت عليك، يعني أنت عم تسأل حتى يمكن تقول شو اللي خلاكي تتجهي هذا ايه. التوجه. هلا في شيء بطفولتي خلاني يعني آخذ هذا المنحى بحياتي. اللي هو إنه أنا والدتي ست شامية. مع إنه ما أنا واصلة بالتعليم للتعليم الأكاديمي، إلا مم. أنه هي كانت مثلا تتلقى العزف على آلة العود بالخمسينات. مم. فيعني هذا جانب اللي له علاقة بالموسيقى بحياتي. زائد انه من قبل ما نحن نتعلم ان نقول الاحرف، كانت عم تروي لي كل الوقت قصص وحكايات. يعني كانت قارئة نهمة. ووالدي صحفي وشاعر، وفيني اقول لك انه بيتنا كان صالون ادبي. مم. يعني من أنا وطفلة أنا بحضر جلسات رفقات الوالد يعني. وفي أسماء معروفين يعني، منهم الله يرحمهم ومنهم موجودين هن رموز للأدب مم. السوري. أنا ما أفهم شو عم يقولوا، وتعلمت إني أفكر معهم. مم. يعني مرات كانت تطلع فكرة رواية من عنا من البيت، مم. مرات فكرة قصيدة. مرات هاي الصراعات اللي لها علاقة بالتفكير، اللي له علاقة بالأحزاب والمعارضة كمان من بيتنا طلع، رغم إنه بابا لم ينتمي لحزب. مم. ولكن يعني هذا الجانب اللي خلاني أخذ منحى المسرح والفن. أضف له يمكن هذا الرغبة بالبحث عن ذاته للإنسان. كان دايما في هي الأسئلة أنا نوهت على أنه لم يكن ينتمي لحزب، بس والدي كان من طفولتي هو بحس أنه ممكن مم. يتساءل على رأيه وفكره. يعني كان المعارضة مو مثل هلأ، مم. فكرة المعارضة اللي يعني الشكلية أو اللي كان هدفها آخر. كان في شيء له علاقة بالفكر، كان في شيء له علاقة بالتناقض، اللي هو إنه والدي كان فخور مرة. رئيس الراحل حافظ الأسد نوه بكتاب شكر للترجمة اللي ترجمها لبرنامج عن عالم البحار. والدي مم. دارس لأنه أدب إنجليزي. فإنه بين إنه هو معارض لبعض السياسات الخاطئة، وبين هو كتير كان فخور كل السنوات اللي عشتها بهذا الكتاب الشكر. يعني حس في تناقض. هذا التناقض أنا كنت حاول لاقي أنا وين مم. هون. خلاني أخذ هذا المنحى. هذا هيك باختزال يعني. أكيد في جوانب كتيرة أنا أحتفظ بالشيء، أو بقدر أقول الشيء اللي بخصني. يعني مو دايما بقدر أحكي عن اللي
أكيد ما بيخصني. أكيد. بس هو البداية كيف كانت؟ بداية دخولك للوسط الفني في حدوتة معينة، في قصة يعني شو عملتي؟ شو أول دور مثلتيه بالمطلق؟ هلا البداية كانت، أنا أعتقد إني أنا طلعت مع الوالد والوالدة على اليونان. إيه. كان عم يصوروا كانوا يصوروا باستديوهات اليونان، الأستاذ هيثم حقي مم. والأستاذ الله يرحمه اللي عمل كان يا مكان، شيخاني، أستاذ مهم. داود شيخاني. كان هو الكاتب. كانت الأعمال التاريخية تصور باليونان، مم. فأنا إحدى هي الأعمال أنا حضراني تصويرها. كنت صف تاسع. فهنيك لما فتت على الاستوديو وشفتهم باللباس، كيف لابسين لباس يعني هيك من فترة قديمة، وكيف عم يصوروا وكيف عم يحكوا بالفصحى، هيك في شيء شبك إنه خلص مم. هيك بدي أكون ممثل، أنا بدي أكون بهذا المكان. هاي كانت اللحظة الأولى. هلأ لما بعد البكالوريا بدنا نخضع لهذا فحص القبول بالمعهد، فأنا هيك إنه مجهزة مشهد، وأنا حدا قارئ مسرح من زمان كتير، يعني أنا حضراني مع بابا مسرحيات كتير، مم. وأنا بروح على المعهد الموسيقي مع ماما كتير، يعني أنا هذا الجو مجبولة فيه. مم. فلما بدي أعمل هيك فحص، عم حضر هيك لمشهد المسرحي، تدربت عليه كتير. وكان مسرحية هلأ نازلة، سلسلة المسرح الكويتي هلأ نازلة، الزائرة لا كاسونا، وتدربت هيك على مونولوج. وقبل يوم من فحص القبول عم بستنى بابا ليرجع، يعني لأنه بابا صحفي وقدي إنه بدي فرجيه المشهد مم. واسمع رأيه. فأنا استنيت 8 9 10، بابا متأخر بالليل، 11 12 1 2، صار لازم نام لأنه تاني يوم عندي فحص. فقت الصبح بابا ما رجع على البيت. أنا رحت على الفحص مصدومة. أبي ما بتغير، يعني عنده سفرة على العراق، عنده على نيويورك، عنده كانوا كاتحاد كتاب العرب واتحاد مم. الصحفيين دايما يسافروا، بس احنا بنعرف انه عنده على ألمانيا، عنده يعني فترة وخلص مم. تمرق. اما انا عم بستناه وبيعرف بدي اقدم تاني يوم، هو قال سهر وما بعرف وين شرب، نام عند رفيقه. انا رحت حاسة باليتم، انه انا مالي ظهر. هي كانت اول صدمة لإلي، بس رحت وكنت الأولى على دفعتي بفحص القبول. يعني خلق عندي حالة تحدي، أكيد في مم. مخزون. هاي كانت البداية. منيح بكفي. منيح. أنا مبسوط إنك عم تحكي تفاصيل صراحة. لفتني شغلة باللقاءات القليلة اللي عملتيها، دائما قررت ابتعد، قررت ارجع، قررت يعني على صعيد الفن، على صعيد الفن. أه بحس أحيانا ممكن يكون القرار رفاهية بالنسبة للممثل، يعني هو مجال صعب وبتحكمه كتير أمور. أنت دائما أنت اللي بتقرري. عندك كانت هي الرفاهية القرار إن كان بالابتعاد وحتى بالرجوع؟ هلأ أنا بخالفك بهي الجزئية، القرار ما بصير يكون رفاهية، مم. رغم إنه الرفاهية حق أي إنسان مواطنة، مم. يعني مو الأساسيات هي حق مم. المواطنة، لا الرفاهية حق مم. المواطنة. بس هون القرار ما له علاقة بالرفاهية. القرار يأتي قد يكون خاطئ وقد يكون مم. صائب، يعني بس يكون من مجموعة ظروف، مجموعة أحداث، تكوينك أنت وين وصلت بمرحلة، مم. فبتتخذ قرار. أنا من النوع اللي فيني أقول لك بتحمل مسؤولية قراراتي. مم. أما أني أنا رفاهية أو مو رفاهية ما بفكر بهي الطريقة يعني. مم. بس بقصد الممثل بأي لحظة بيقول بدي أرجع بيقدر يرجع ببساطة؟ هلأ هذا حق إنساني أعتقد. أكيد، بس عم بحكي على إيه، الواقع بعيدا عن الحقوق. أعتقد هذا حق إنساني، وخصوصا لما الناس بتطالبك بهذا الحكي. مم. يعني أنا الحمد لله، لا لما قطعت، أنا حقيقة قطعت فترة قبل ما أعتزل، مم. قطعت فترة يعني تقريبا بحدود 20 ل25 سنة. بهاي الفترة ما تركوني أبدا. هلأ بيقولوا فانزاتي، بس الناس اللي بتحبني مم. والناس اللي حوالي، الناس اللي بالشارع اللي إنه بتستلطف أو بتهتم، خليني أقول إذا مو إنه بتحب، خليني أقول بتهتم لأمر رباب كنعان، مم. هن كانوا مرافقيني كل الوقت. فخيار اعتزالي يعني إذا بدك، حسيت إنه بالمسؤولية، إنه لا هن حابين يشوفوني بنقول المسلسلات إذا بدك بالشارع، إنه ليه مو بالصبايا.
والله قل لهم طب انه انا غير فئه عمريه، او انحكوا لنا مع المنتج اذا فيكم، اذا انتم، انا الشارع بيختار لي ادواري، ليه مو باب الحاره؟ انا باب الحاره انا طلبته. انا بعرف انه في قصه، يعني في كتير ما يقال عن باب الحاره قبل وبعد، يعني كتير انحكى، بس اذا بقول لك اني انا باب الحاره انا طلبته، لانه انا بالجزائر ترجوني الشعب الجزائري انه انت ما بس ما تكوني بباب الحاره، طلبوني طلب، قلت انا اذا قدرت احقق لهم هذا الشيء ححققه، وهذا اللي صار. وحبيت انه عمل لي نقله، انا اخترته يعمل لي نقله بادواري، لانه اخذت منح الشر يعني. هلا حنحكي ديروا عن باب بالكم. الحارة. حنحكي عن باب الحارة والعودة بعد الاعتزال، بس نحكي شوي بالاعتزال. لكن قرار الاعتزال أو فكرة الإعلان عن الاعتزال هي هو سبق انقطاع، بس كأنك عم تخبري العالم، أو يمكن كأنك عم بتقولي إنه لا بقى تطالبوني أو تضغطوا علي، أنا خلص ما عاد مثل. هي هيك كانت وجهة النظر بوقتها؟ لا مو بالضبط، لأنه أنا لما منقطعة ما كنت معتزلة، أنا مم. منقطعة لأنه عندي كان ظرف بقراري، مم. أخذت إني أنا أحتاج إلى وقت مع عائلتي يعني. تمام. من مبدأ بالوراثة ماما هيك بتفكر بهي الآلية. يعني إذا أنت قاري رواية مليكة أفقير أو سمعان عن مم. سيرة، يعني هي سيرة ذاتية لمليكة وأمها فاطمة أفقير، هي بتقول بالرواية، بتقول أنا عشت سندريلا بالمقلوب. مم. يعني هي ربيت بالقصر المغربي الملكي، وهي عاشت بعدها يعني خلينا نقول شبابها، ويعني بعد شبابها قبل ما تختير بشوي أمها ختيرت مم. بالسجون، بعدين طلعت. هي إنه بتعتبر إنه عاشت سندريلا بالمقلوب. أنا بقول لك إني أنا عشت حلم النجومية بالعكس. يعني غالبا نجومنا نحن أو بالعالم العربي والغربي بيقول لك بعد 30 40 سنة انه سرقته الاضواء وهيك، انه انا لحظة مثلا هيك دفء مع العيلة افتقد، انا يمكن قصرت بحق بيتي، يمكن انا ما يعني خصصت له الوقت الكافي، انا انشغلت كتير مم. بشغلي. انا عملت العكس تمام، انا بالوقت اللي هي يعني زهرت فيني أقول أدائي أو عطائي أو مرحلة مهمة من تاريخ الفنان، خصوصا الفنانة عنا بالوطن العربي. مم. من إنه إحنا ما نفكر بآلية التعامل مع الفنان مثل مثلا كيف ميرل ستريب، إنه بتضل تجاعيد هالقد بوشها وبتضل فنانة جوائز، عندها يمكن 70 ترشيح لجائزة أوسكار. يعني ما بيقدروا يتقبلوا عنا بالوطن العربي نمط آلية تفكير والمواضيع، يمكن الظرف البلد، يعني في كتير ظروف مختلفة. فيعني هي القصة إني أنا يعني خصصت وقت لعائلتي مثل ما بدها والدتي، وأنا فخورة بهذا الوقت لأني أنا قدرت أكون تحت رجلين أمي قبل ما ترحل عن هاي الدنيا، وأنا فخورة بهاي اللحظات، وأنا بحس هلأ إني أنا ماشية برضاها. الله يرحمه يا رب. الله يسلمك. كان سهل ولا صعب ولا ما كان في إحساس تجاه الموضوع الاعتزال؟ أنت وقتها كتبتي الاعتزال، بوست ما أي هيك؟ بالضبط. أنت وعم تكتبي هذا البوست وخلص بدك تنزليه، شو كان شعورك؟ قرار الاعتزال كان إني أنا رجعت بعد انقطاع. مم. لما رجعت حسيت إنه أنا لم يترتب بيتي الداخلي، ما زال عندي قصص عالقة. مم. المهنة لا تحتمل بالنسبة لي، لحدا بيفكر بطريقتي وبيحب بشغف هاي مم. المهنة ودرستها بشغف، يعني إنه ما بصير يعني لساتها تضل رقم 10 بحياتي. مم. يعني أوكي تكون 3 تكون 5 بس، أو 12 أو 15. أنا طلعت لقيت إني أنا حياتي لساتها مكركبة كتير ولم أرتبها كما أريد. فأنا أحترم هاي المهنة، قلت أنا تستحق مني بعد هذا الانقطاع يا ولاء تام، يا يعني ولاء بمعنى الاهتمام بالوقت والجهد وكل النواحي، يا أما خلص أنا أفضل الانسحاب. هذا هو بالضبط كان هيك قرار الاعتزال. العودة كانت لك مثل ما ذكرتي عن طريق مسلسل باب الحارة. البعض شاف أنه هذا العمل أو هي العودة لا تليق برباب كنعان، وأكيد وصلك. حقيقة لا، ما سمعت. أنا العودة ما كانت باب الحارة، مم. العودة كانت بمشاهد كوميدية بتشبه بقعة ضوء مم. بس، ولكن على اليوتيوب. مم.
وكانت كتير لطيفة وكانت كتير حلوة وشجعتني بإنه لا أوكي حتى الجو، يعني أنا كنت متخوفة إنه الجو بجوز فرق علي، يعني تقاليد المهنة بتختلف من زمن لزمن. كان كتير لطيف الوقت. أنا رجعت بمشاهد كوميدية قريبة لبقعة ضوء. قلتي قبل شوي عندك فكرة عن كل شيء محيط بهذا العمل بباب الحارة. وصلتك انتقادات؟ يعني حدا قال لك ليش شاركتي بهالمسلسل؟ كان بيسوى تكون مشاركة أو العودة، بحكي على صعيد التلفزيون، يعني على دراما التلفزيون عن طريق عمل آخر، ولا ما تعاطيتي مع هذا الموضوع؟ هلا أعتقد أنا يعني من خبرتي المتواضعة بما يحدث، انتقال مشاهدة مم. الأعمال من على الشاشة مم. إلى الموبايل أو الباد هذا الانتقال سمح للناس تشاهد بطريقة مختلفة. يعني لم يعد الجمهور بيشاهد بنفس الطريقة. يعني أنا أعتقد، عشان جاوبك مم. بعرف عم طلع فيني هيك إنه وين الجواب، بس حفسر لك. أنا أعتقد إنه الناس اللي أخذين موقف من باب ايه. الحارة أو غيره هن أخذينه لأنه هن معجبين بالأجزاء الأولى وهن لم يشاهدوا مم. باب الحارة. أنا مو دفاعا، أنا ما شفته كله. مم. يعني الجزء اللي 13 اللي شاركت فيه أنا مو كله قدرت أشوفه. بس أنا بقدر أقول لك إني أنا الجزء اللي قريته، مروان قاووق كاتب أنا اشتغلت له بالإذاعة، مم. عامل كان مسلسل شامي جميل بالإذاعة، أنا حكيت معه تليفون طلبت يحوله للتلفزيون من جماله. مم. مذهل، اشتغلناه بحرفية وبمنتهى الحب، طلع مم. جميل. مروان قاووق بيعرف كيف يكتب أعمال شامية. فيني أقول لك هيك عن الكاتب، مو دفاعاً، أنا ما حدافع، أنا بحب وأحترم الأعمال اللي مشاركة فيها، وأعتقد إنه بعطي صبغة وقوة لأي عمل بشارك فيه. ودوري فعلاً جميل، ودوري في هذا التحدي. أنا فخورة إني أنا عملت هاي النقلة، لأنه أنا بيبي فيس وشي، أنا حدا انطباع عني إني طيب، مع إني ماني هيك أبداً. أنا بين إني حدا لطيف، ما قدرانين الناس يشوفوني غير بمايا ووردة وهدول. هاي النقلة أنا كتير حاببتها. أنا حتى من هذا المنبر بس شوفوا على القليلة مشاهدي حتى تشوفوا الشر. مم. حتى في عملنا دعاية لأحد القنوات، لأنه هو عم ينبث مم. على قنوات يعني مدفوعة طبعا. ما كنت عم بحكي عن طريقة المشاهدة، فرقت هلأ. أنا قلت لهم تعلموا الشرع أصوله بالدعاية، يعني مم. شوفوا الدور وتعلموا الشرع أصوله. طيب، في سؤال خطر لي، انه انت صفاتك قديش خسرتك فرص بالوسط الفني؟ هلأ هذا بدك تعذرني عطية غير مهني السؤال. ليه؟ مم. لأنه يعني ما بصير أنا كشخص بالحياة أخذ صفاتي لأدواري، أو يعني هذا ما بصير. يعني نحن دارسين دراسة أكاديمية، ونحن المفروض نتقن كل الشخصيات لها صفات مختلفة. مم. فهي إذا بده يفكر المخرج أو المنتج بهي الآلية مشكلة كتير كبيرة. فهمتيني غلط، أنا بقصد التنازلات على صعيد الوسط له شروطه مثل كتير مجالات، بس نحن عم نحكي حاليا عن الوسط الفني. في تنازلات بتصير هون، ما بس نحن عم نحكي عن تنازلات بالمعنى اللي بتنفهم فيه، في تنازلات أخرى مثل إنك تسايري، مثل إنك تسايري لتوصلي لهدف معين، أو بدك مثلا تعزفي تليفون لمخرج ليتذكرك أو إلى آخره. أنا حسيتك بعيدة، قلت لك قبل الهوا أنت عايشة بكوكب موازي معنا يعني. فقديش هي الصفات، ويمكن أحيانا حتى المزاجية اللي عندك، خسرتك فرص بالوسط الفني؟ هلأ هو له كذا، يعني متشعب السؤال، له مم. 3 محاور. بما يخص العالم الموازي هداك شيء آخر. أنا بعلم الطاقة وهيك أنا أتحفظ على كلمة إنه أنا أعيش في عالم موازي. أنا أعيش في هذا الواقع لا أعيش في أي عالم موازي، حسب هيك يعني مفهومي ايه. لقراءاتي عن هذا الكلام. هلأ بما يخص التنازلات، يعني هي في كلمات تستخدم بتكون شوي يعني مطاطة. مم. يعني ما المقصود بالتنازل فعلا؟ انت قلت مم. هل هو انه اتصال، هل هو انه جلسة يكون لطيف؟ يعني ما بعرف مم. شو. انا ما صار معي مم. بجوز طبيعة أنا يعني محصنة بطريقة إنه والدي من إنه شخص مشهور من الوسط مم. الأدبي،
بجوز دراستي الأكاديمية، بجوز شخصيتي، أنا لم أتعرض، يعني ما شفتهم هدول اللي بينحكى عنهم. قد يكونوا موجودين، أنا مم. ما عم بنفيهم، بس هن موجودين بكل مهنة وبكل مكان. مم. فهاد بما يخص التنازلات. أنا ما بعرف مم. عن هذا الشيء، بس إني أنا أتصل بمخرج لحتى أقول له أنا رجعت لشغلي، هذا أنا ممكن أعمله. هل هذا تنازل؟ لا. ليه؟ مم. أنا حتى أنا كذا حدا طلبت أعرف أرقام مدراء إنتاج، يعني إنه يكون عندي مديري مم. الشخصي. هذا مم. برا بأمريكا معروف. إني أنت شلون العالم بدها تعرف؟ أنا لهلا ما بيعرفوا إني رجعت، يعني أنا بيعرفوا إني اعتزلت، ما بيعرفوا إنه رجعت. فإني أنا خبر العالم إني أنا حاليا أنا مستعدة للقيام بدور يناسب مم. إمكانياتي، يناسب تاريخي، يناسب طريقة تفكيري، إني أنا انخرطت بهذا الجو الوسط. ليه لا؟ يعني مم. هل هذا تنازل؟ هذا أنا بكون عم هذا اسمه تسويق. أنا بكون عم سوق لحالي. المفروض يكون هذا بصراحة مهنة مستقلة، ويكون حدا عم يعمله للفنان. ما هيك؟ يعني شو ما كان، يعني مم. مين ما كان هو هذا مم. الفنان. طبعا أنا قصدي بشكل عام. هلا أنت عندك حالة إنه رجعتي، اعتزلتي ورجعتي. كان قصدي بشكل عام إنه أحيانا حتى أنا عندي كتير أصدقاء ممثلين عم يشتكوا، يعني إنه مثلا في منهم يقول لي نحن ما عم نعرف مفاتيح هذا العصر، ما عم نعرف نعمل اللي غيرنا عم يعملوا، فكرة العلاقات، فكرة البي آر، فكرة السوشيال ميديا كيف لازم تكون وإلى آخره. معطيات جديدة اليوم، خصوصي أنت يعني واكبتي الفترات الذهبية للدراما، ما عم تلاقيها هالقد صعبة؟ كبرت يعني لا الفترات الذهبية؟ هالقد كنتي من كبيرة؟ الطفلة بوقتها. آه، ما بتحسيها صعبة اليوم صارت المسألة؟ يعني قبل كانت أبسط هلا بكتير. أنا جاوبت بطريقة يعني مم. حأرجع يعني صيغ الجواب. أنا أعتقد، أنا أؤمن بالاختصاص. أنا أعتقد إنه مهنة التسويق يجب مم. أن يكون شخص يعني يعمل مم. مدير أعمال. يعني في أمثلة كتير، بس هلأ ما في داعي نذكر أكيد، أسماء إيه إيه. فنانين مم. وناس هن متبنين الحالة الفنية. يعني مم. هن مم. بيشرفوا على لقاءاتهم، على اللوك تبعهم، على التغييرات لازم يعملوها، على يعني هي كل متكامل. هي مهنة بحد ذاتها. مم. فلازم تكون، لأنه الممثل ما بالضرورة هو ما شغلته أصلا، هو مم. يعني لازم يفكر، عنده ما يكفي للتفكير فيه لحتى مم. يقدر يواكب تطوير ذاته. ف يعني أعتقد إني أنا جاوبت. يجب أن يكون هناك ناس مختصين. لازم يصير عنا هذا بروتوكول مهم. وتقليد ببلدنا، حتى الآن غير موجود بسوريا. مم. أنا أعتقد، أنا سألت كذا حدا يعني على هيك. والمشكلة أنت إنه مدير شركة مدير شركة إنتاج بشركة معينة، أنت هو كأنه بدك تنحسب على مم. الشركة، مم. أو مم. بصير في صح حساسيات صح. أو شو الأدوار اللي لا يمكن تقبليها اليوم؟ الدور اللي ما بيستفزني لأني أشتغله، مم. الفاضي، ما في شيء، يعني ما في ملامح، ما بيحرك المشاغب. يعني أنا حدا مشاغب جواتي، فإنه ما بيحرك شيء، هيك إنه على الحياد. مم. هذا هو الدور اللي أنا ما ما ممكن. بتقبلي. لا. طيب بدي أحكي شوي عن الفصول الأربعة وعن وردة كمان بنفس الوقت. حبلش بالفصول الأربعة. تمام. هذا العمل بين كل فترة والتانية بينذكر هيك معلومات جديدة مرتبطة فيه. أول شيء عبالي أسألك فيكي تقولي أي تفاصيل، طالما الناس بتحب كتير تفاصيل الناس ما بتعرفها عن هذا العمل، فيما يتعلق بشخصية مايا، كيف تم اختيارك لشخصية مايا، أي تفصيل، لأنه الناس فعلا بتحب تعرف أي شيء عن الفصول الأربعة. هلا ايه، في كذا يعني موقف، او في كذا قصه. اول شيء انا لم اكن المرشحه الاولى لهذا الدور اللي عمل لي شهره. طبعا من بعد هناء وجميل، انا مم. الشهره الاولى هي هذا العمل مم. الكوميدي. كان الدور لممثله، انا اتحفظ على الاسماء، ممثله كتير جيده، كتير ظريفه ونجمه الان، ولكن لسبب مادي هي اعتذرت عن، يعني لم تتفق مع الشركة ماديا. فأنا حكى معي الأستاذ حاتم علي وقال لي الدور ما نقلك، دور لفلانة. فيني أقول لمين لا كان؟ لا لأنه هو ديما بياعة صرحت معلش، مؤخرا. أنا هي أوكي تصرح، هذا بخصها أوكي بجوز ما بتعرف الحقيقة كاملة. أنا بالنسبة لي ما بدي صرح، يعني ما عندي رغبة أوكي أوكي. أصرح. ما أنا كان
ايه تفضلي. انا افضل ما لا بس لأن كان بدي أسألك إذا أنت زعلتي أساسا من تصريحها. ما سمعت والله، ما ما سمعتي سمعته، التصريح، لا يعني هي ابدا. قالت لمين كان الدور وبعدين ما إنه لا والله ما أوكي. سمعت فعلا، فما بعرف اذا قالت صح ولا ومعلوماتها غير معلوماتي، مو على صح ولا يعني بجوز وبغض معلوماتها غير. النظر عن اسم النجمة ما رح أقوله، بس هي ذكرت قالت لأنه كان في عندها مسلسل آخر فما عرفوا ينسقوا، ما قالت لسبب هلا مادي. انا هذا اللي انقال لي. تفضلي تابع. قد يكون بجوز في كذا سبب، يعني مو دائما الاسباب كلها بتكون على السطح يعني. وانه نحن بدنا اياكي بهذا الدور. هلا وقتها يعني ما بعرف اذا لسه هذا البروتوكول موجود، انا حكيت معها وقلت لها في مشكله، قالت لي لا لا ابدا. قلت لها انا معروض علي هذا، يعني نحن عندنا هي التقاليد كان، يعني هلا ما بعرف اذا موجوده بشكل او باخر لازم تكون. ونحن على فكره انا تعلمتها من يعني من فتيات قبلي يعني بالوسط، انا بحترمهم وبحبهم يعني، فنانات لهم اسمهم يعني بسوريا. فقالت لي لا لا ما في مشكله واشتغلت هذا الدور. هلا في تفصيل انا فيني اقول لك اياه عن الفصول الاربعه. انا حدا بيحب شغلي، لدرجة إنه أنا ما ممكن أي شيء يلهيني بقلب المشهد، يعني وأنا عم بشتغل مشهدي أنا مركزة بشغلي بمشهدي. العمل الوحيد اللي أنا كنت أطلع برات شغلي برات شخصيتي، أطلع بقلب المشهد بالمشاهد الجماعية ببيت العيلة هو الفصول الأربعة. ليش؟ ليه؟ لأنه كنت راقب شغل بسام كوسة. بس لحد نحن هيك نتجمع كيف كيف عم يرسم شخصيته، كان مذهل لإلي. احيانا خالد تاجة بيت العيلة باللحظات اللي نحن احيانا بالكادر ورا بس اكيد مبينين ردود افعالنا ونعيد وانا يعني النظرة الإيماءة أنا فخورة فيها، يعني مدروسة كلها بطريقة يعني دقيقة جدا. بس هنيك ببيت العيلة أنا كنت عم راقب شغل هدول الناس الحريفين واستمتع. يعني كيف الناس لهلا بقلبها وبروحها، وبشوف سيدات بيقولوا لي أولادي هلا عم بيعرفوكي إنه هلا عم حط لهم إياه والسلسلة كلها والجزئين كلهم عم يتابعوا بنفس الاهتمام والشغف والاستمتاع. نحن بس نتابع العمل، ما في داعي اقول لك، يعني اكيد توصلك الشعب يعني عموما، الجمهور السوري شو بحس تجاه فصول الأربعة، يلي شارك فيه شو بحس بس يرجع يتابعه يعني. هلا اكيد بدك تسأل الكل، يعني ما بالنسبة بقدر إلك، انا يعني بالنسبة احكي لك عن انت شو الكل، بتحسي؟ بس انا فعلا كنت حس حالي جزء من عيلة. احنا كنا عيلة لما نفوت على لوكيشن، يعني كيف نحكي مع بعض نسلم مع بعض، نحن كنا يعني مثل متآخين مترافقين. انه بعد ما خلص انه وينهم، بحس انه ايه وينهم هدول الاشخاص، يعني صاروا جزء من حياتي فعلا، فعلا مثل امي، فعلا مثل ابي. يعني حتى انا الاستاذ سليم صبري يعني كنت شوفه فترات بالاذاعه، الله يطول بعمره، له بابا. ايه يعني انه وفعلا يعني في شيء حقيقي تبع انه في حميمية، وكل حدا جاي بمكانه مزبوط. في اهتمام مو بس من يبدأ القصة النص مذهل، هذا البسيط الممتنع اللي هو صح. بيحكي الشيء الحياتي واللي هلأ عم يصير. يعني كان في شيء اسمه up to date للأحداث اللي ما صار بولا بمكان قبل هيك. يعني وفاة نزار قباني، وفاة ليدي ديان، كله هذا عاصر الزمن نفسه. في كذا كمان حادثة هدول اللي بتذكرون هلأ. فنحن كنا فعلا عائلة وحابين كتير أدوارنا وحابين بعضنا واستمتعنا جدا. كنت بس بدي أقول لك إنه القصة مو بس كاتب ومخرج وممثلين، كانت الله يذكرها بالخير كمان مصممة الديكور. يعني هي صنعت معنا هاي الكاركترات، يعني لا تعمل لي شعري هي هيك وتلبسني الجينز المشقشق، هي عم تحرض يعني اكيد مو يعني ما حرضت شيء فارغ، هي حرضت ماده موجوده يعني لينه، لان كنت تشكلها مثل عجينه. نحن بنعتبر الممثل عجينه، هلا طلابي نحن بنقول عجينه بينعجن بشروط. يعني بده يكون الحراره صح بقلب الفرن، هالطين ما بيطلع هاي بتشكيله، هاي التحفه غير بشروط معينة. فهي تحفز عندي شيء لطلع الأداء بهي الطريقة. الزاوية اللي يشوفني عين حاتم
يعني تعقيبا أو لسكر قصة إنه كان الدور لحدا. أنا فخورة جدا مم. إنه هو قال لي يوما ما بالتصوير، قال لي أنت بتعتقدي إنه هاي الصبية كانت حتعمل الدور مثلك؟ هو كان فخور بالأداء تبعي. أكيد ممكن تعملوا أحلى، ممكن تعملوا بطريقة أهم، مختلفة بعتقد كانت بطريقة مختلفة، بس مختلفة. هي كلمة بتفرح يعني أنا أكيد بتفرحني، مو أكيد. لأنه لذلك أنا أتحفظ عن لا ذكر أساسا ما حدا بيتخيل إيه مايا إلا رباب إيه كنعان يعني إنه خلص. لا، بيطلع حلو، بيطلع ظريف، وبيطلع لذيذ، لأنه هي ممثلة يعني هي اليوم من نجمات خطيرة، الصف الأول خطيرة، كمان هي ممثلة وإلها. خطيرة يعني، وبنفتخر فيها. وأنا مثل ما قلت لك براقب بسام وخالد، أنا براقبهم، براقب شغلهم، مم. تطورهم هيك. فبس لحالها هي شهادة. زائد إنه مرة ببيت العيلة منفوت على غرفة نبيلة وخالد، بنادي لي أستاذ خالد تاجو الله يرحمه، أستاذ جمال سليمان، وأستاذ حاتم علي، مم. هن ثلاثة بينادوا لي رباب لو سمحتي بدنا نحكي معك على جنب. أنا قلت يعني تلبكت، يعني ما فيني أقول لك خفت، بس إنه يا ربي شوفي شو صاير بقى. بدأ عندي إنه بدهم يأجلوا، في شيء حدا حكى مع حدا، شيء صار تصرف يعني. عم حاسب حالي لأنه إيه. عرفت الأستاذ جمال سليمان اللي هو عراب العمل، اللي هو الفكرة فكرته مم. كانت طلب من الأستاذ ريم والأستاذة دلع، هو هي الفكرة فكرته، والأستاذ خالد قلت لهم، قال لي أستاذ حاتم أنت مرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دور ثانوي بمهرجان القاهرة. فكمان هي فرحة بالنسبة لي كانت كتير مهمة بحياتي، حتى لو بعدين العمل كله ما يعني مم. ما أخذوه باتجاه المهرجان. الكاتبة ريم حنا طلعت من أشهر يعني بلقاء وصرحت أنه قد يكون في جزء ثالث للفصول الأربعة رغم كل الصعوبات، يعني وخصوصا أنه في ممثلين توفوا وفي ممثلين برا البلد، ولكن ممكن أنه يدرس هيك مشروع. وقامت أيامة السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لفكرة يكون في جزء ثالث بعد كل السنين الفصول الأربعة. كيف بتشوفي أنت هي القصة؟ ما بصير أنا أشوفها، مم. يعني ما بصير أنا أحكي بهي الفكرة إلا بقى من زاوية بسيطة اللي بتخصني، إنه شخصيتي دوري هيك. مايا أنت عم كيف تحكي بتشوفيها طيب بعد كل هالعمر؟ لا، أنت عم تحكي عن عمل بده شركة إنتاج، بده تخطيط، يعني مم. عمل نجح بهالطريقة بده تخطيط لإعادة بنائه مرة أخرى، وخصوصا إنه الظروف مم. تغيرت. بالنسبة لي كممثلة، مو كمايا، يعني أنا رباب كنعان، كرباب كمان. ما بيعني لي الموضوع إلا إذا 3 أشخاص حكوا معي: الكاتب أو المنتج أو المخرج. مم. هلا فيني اقول لك بين قوسين هيك انه يعني اتحفظ، انه يعني يصعب علي بدون حاتم علي هذا العمل، انا يصعب علي، ولكن بدي اقول لك كمان سوريا ولاده، صح. يعني حاتم نفسه ما بيرضى هذا الحكي. يعني انا ما عم بحكي عن فصول 4 ويلا وتعوا جزء تاني، ما هذا مم. مش هاد، بدي لك مو شغلتي. انا شغلتي يحكي معي كاتب، هذا هو الدور. هلا أنا بشوف إنه هل هذا الجزء بيزبط مع أنا رباب اللي مم. هلا بعد هالزمن؟ هل الحدوتة، هل الشرط، هل الظرف، هل المكان؟ هدول كتير مهمين، الأشخاص، الزمان، المكان، بده دراسة. أكيد. ولكن أنا أحترم وبحب كتير لهفة الناس لجزء، يعني بحب هاي اللهفة، بس لا تعنيني إلا بشكل مهني مم. باتصال ودراسة الموضوع. هو في لهفة وبنفس الوقت في تخوف، يعني يمكن على قد ما أننا متعلقين بهالمسلسل فما بدنا شيء ينزع يعني شيء يكون مناسب، خصوصي إنه في أعمال انعمل لها مثلا بعد 15 سنة و20 سنة جزء تاني وكان مو أبدا، يعني كانت بالنسبة للجمهور مخيبة للآمال يعني بعد كل هذا العمر. فالفصول أربعة هلا تحديدا له خصوصية يعني. أكيد حق الناس هذا، مم. يعني أنا ما بقدر أنا يعني أخده مم. من الناس. حق الناس تفكر بالطريقة اللي هي، لأنه هي استمتعت فيه. نحن بيضل هذا مجال عملنا، نحن هذا أكيد. شغلنا. بس كمان أنا بالنسبة لي كمشاهد، إذا أنا حطيت حالي بأماكن مكان الجمهور، مو مم. لهذا العمل، لأي عمل، آه، أنا أرى أي شيء جميل بأي عمل منجز إذا كان جيد. مم. يعني أنا ماني مع الأحكام المسبقة تبع إنه أنتوا يعني قتلتوا اللحظات الحلوة اللي حسيناها بهذا ما بقدر أفكر مم. هيك. أنا ببحث، يعني مم. حتى لو ما موجود، أنا ببحث عن الشيء الحلو
ما دام هو عمل جيد. أما عمل مو جيد أصلا يعني ما في داعي نحكي فيه. وردة، أول ما حدا يقول لك وردة شو هيك بيخطر على بالك؟ أنا بيخطر على بالي آه, لمشة العيون. هي ورطة من الأستاذ هشام شربتجي على فكرة، هي مو من عندي، من عنده الله يرحمه. وردة اسمي، مم. أعترف اسمي بالشارع. وردة. أي بس إقول لك هو الأفضل لأنا لهواي، وأنا صرحت بهذا الكلام. أنا حسيت حالي متورطة كوميديا يعني أنا الكوميديا أنواع. مم. النوع المبالغة نحن يعني مربايين مسرحيا مم. على المسرح يعني مقبولة، أما على الشاشة بدها شوية قصقصة. هو أكاديميا شو اسمه هذا النوع؟ المبالغة؟ المبالغة يعني هو أقرب، المبالغة دايما بتكون قريبة للتهريج أو الفودفيل أو الديلارتي أو يعني في كذا نوع، فارس، يعني في كذا نوع، الكوميديا أنواع. أنا بالجزء الأول ما حبيت حالي يعني أنا بقعد حالي بالمبالغة الشديدة مع كاميرا، يعني إنه أنت لما يكون عندك خشبة مسرح وجمهور بعيد الأبعاد بتختلف. غير لما ترجع تشوف. اي فانا بالجزء الثاني انا ضبطت الشخصي، انا اشتغلت على الشخصيه حتى على صوتها وحتى على حواراتها. انا مثلا الخطابه، انا هذا حوار انا كاتبته، حواراتي مع الخطابه كلها انا شو هذا كان جزء عامل. الهدف من فكرة الهدف انه الخطابة؟ هي شخصيه بحس انه فقط بقيت انه حلوه وبده اياها وبده يرتبط فيها وما عم يرتبط فيها، خايف من مرته وبس، وهي بدها تتجوز. مم. فنعمق لها هذا الإحساس إنه عن جد هي حدا حلو بس عن جد بده يرتبط. يعني فحكيت مع أمي ومع الخطابة لا يعني باللي بقدر أنا أعدل فيه، يعني إنه أنا عندي مجال قبل المشهد ونهاية المشهد تليفون بدون ما أنا أثر على بقية الشخصيات يعني. الأستاذ هشام شربتشي ورطك يعني أي شو كان يطلب منك مثلا ايه قصص؟ هلا هو في تفاعل بيصير بين المخرج والممثل، فهو لما يعني بيحفزك بطريقه لا واعملي ويا سلام وهيك له طريقه معينه يعني بيستفز فيك شيء ايه بيقدر، هو كان قادر على التاثير. ايه اكيد يقود المخرج يجب ان يقود الممثل اكيد. بس يعني مع الخبره وهيك بصير الممثل في عنده اذا كان يعني هذا بيعني له بيكون في مخرج صغير جواته كمان، يعني بصير بيتحكم بالقصص بطريقه مختلفه. هذا النوع من التمثيل أو من الكوميديا صعب أم سهل؟ يعني على الممثل شو يعتبر أو بالنسبة إلك؟ أه يمكن في شيء ارتجالي أحيانا. هلا نحن معدين لأي نوع، مم. يعني احنا يعني حتى نحن هلا بالجامعة العربية الدولية أنا مكان اللي عم درس فيه نحن عاملين مثل بالخطة الدرسية تمازج بين المدرسة البريطانية والروسية. فنحن معدين، نحن مؤهلين، يعني ما في شيء اسمه صعب وسهل، في شيء اسمه الظرف مع عوامل. الشخص المخرج بده يكون فهمان شو عم يعمل، الممثل فهمان على المخرج شو بده وفهمان هذا النوع ومتبني الشخصية. الإضاءة كتير مهمة، المكياج كتير مهم، السينوغرافيا كتير مهمة، الكاميرا، مدير تصوير الإضاءة كتير كتير مهم. فهي يعني عبارة عن كبكوبة إذا ما يعني بعناية أنت نسجت هي ما بتقدر تحصل على نسيج أو بالأخير منتج صالح أو جيد أو مناسب أو يستحق المشاهد منا أنه نقدم له إياه. انسألت كتير إذا تنمطتي أو لا وجاوبتي ما رح نرجع نعيد نفس الترتيب، خصوصا إنه أنت قدمتي بعد أدوار، يعني حتى على صعيد قبل شوي بنحكي باب الحارة قلتي كان في شيء جديد الدور بالنسبة لإلك، بس عموما أدوار الشر ما كتير شفناكي فيها، صح؟ أبدا ما اشتغلت، لذلك هذا الدور كان الدور الأول. هو أكثر الأدوار كانت الحلوة أو الطيبة، يعني هلا في كذا طيبة. عندي ادوار متنوعه، يعني انا كنت حريصه اني انا اعتذر عن الشيء الشبيه، يعني هذا عملته بالوقت اللي انا كنت عم يعني انه على سكه العمل يعني خلينا نقول. هلا مثلا في دور المغنيه الروسيه اللي بتغني اوبرالي بحارة على الهوا مختلف، يعني
حدا يعني نوع كوميديا حدا بتهرب ضحكتها منها انه هي مو مغنية اوبرا وبتحكي روسي انه هيك قال بتهرب الضحكة منها. يعني اشتغلت ادوار مختلفة، اشتغلت البنت الريفية اللي هو يعني غالبا ما بشوفوني يعني انه لازم ارستقراط وهيك، انه هذا النمطية اللي حكيت عنها انت. في يعني انا اعتقد اني نوعت، يعني حتى في بعض الاشخاص بيحطوا يعني اوجه شبه بين وردة ومايا، انا ما بشوفهم متشابهين ابدا. ابدا. لا لا لا، مختلفين. مايا ارستقراطية، وردة ما أنا ارستقراطية، بسيطة. لو ارستقراطية كانت زبطت حالها بطريقة مختلفة، يعني وضع ارتباطها يعني. مايا مشاغبة بتحب اللعب والحيل والفكرة الكذب، لأنه هي عندها في حلقة كتير مهمة تحت الطلب، عندها مشكلة نفسية مع أمها، انه الام اللي ما اهتمت فيها، اهتمت بجوزها هي وبصفراتها كانت حلقة كانت. مايا بعتقد هي هي احدى حلقات، هو خاصة كان بمايا. العمل كله لكل الشخصيات، في حلقتين صح. اساسيات والباقي يعني مثل انه ضيوف نحن مع الحلقة. اي فهي عندها مشكلة نفسية يعني بسيطة. وردة ما عندها انه هالمشكلة، عندها عقدة ايه، بس ما عندها مشكلة نفسية. ما هي عندها مشكلة بس حلتها بانه هي عم تلعب، عم تتسلى، يعني عم تعمل هيك. بس كانت تجي بعض المواقف هي حساسة بالممثل اللي انصدمت فيه، او الشاب اللي تعرف عليها، هي فكرة حالها عم تكذب عليه، طلع هو اللي عم يكذب عليها يعني. عميق، عمل عميق جدا من بداية من النص اكيد. صح. بيطلبوا منك مثلا بالشارع تقلدي شخصيات الناس؟ هلا ابدا، بس انا دايما بسمع الجمل تبع انه مي سوسو هي دايما بسمعها. بسمع من وردة تبع يا رب تشتي عرسان، دايما بيقولوا الجمل، بعض الجمل اللي انا يعني. بس ما قلتيهم باسلوبهم يعني. هلا طب قوليهم، الناس مشتاقت لك. ذكرتني باهلي لما كانوا يقولوا لي غني. لا لما يجي القصي. الضيف انه عزفي لنا شوي على بيانو. طب بس شيء من وردة، اي شيء، بس رمشة العيون. لا خلاص. بخيلة. بس على فكرة تلقائيا أنا وقت عم بسألك عن وردة عم راقب عيونك، ما بعرف ليش صار يرمشوا أكتر، ولا أنا صرت مركز لا يمكن. من الرموش التركيبة ده. عندك شغف كبير للمسرح، وبعرف إنه يعني الممثلات عموما أو الممثلين بعد ما ينشهروا ويفوتوا بالدراما بيقل شوي هذا الشغف، أنت بقي عندك موجود دائما، شو السبب؟ هلا كمان اتحفظ على هذا التعبير اللي انت يعني انت ترى مم. هذا، ولكن بجوز يفاجئك جوابي، بس أنا حقول الجواب الحقيقي اللي أنا حاليا بفكر طبعا. فيه. أنا خليني أقول لك، عقدة المسرح خلصت منها. شو يعني؟ بس حقول لك شو ماذا أقصد، لأنه هذا بقى بيتأول تعرف تفضلي. بكذا. نحن تربينا عقائديا بالمعهد العالي للفنون المسرحية على أن المسرح، بعض الأساتذة بعض، انه ما بصير الممثل يشتغل شيء غير المسرح. صح. والا هو الى زوال، وهو شغله سيء حيكون، هو شخص غير نافع، وهو شخص يعني كان في مجموعة افكار سلبية جدا عن الاشخاص اللي هي بتشتغل خارج الخشبة يعني. فانا حاليا خلصت منها هاي العقدة، لانه انا عن حالي، انا بدي اقدم حالي بالكينونة اللي أنا موجودة فيها، بالخبرة اللي أنا موجودة عندي، بتاريخي، بموهبتي إذا يعني على قدها، بالمكان الجيد. يعني إذا المسرح أمن لي، احترم هاي القصص اللي عندي، بقول لك قولا واحدا مسرح. أما إذا أنا لقيت حالي يوتيوب هنيك، أفضل أنا يوتيوب طبعا. بس على طبعا أنا صعيد. لأنه بدي عندي رسالة أكيد بدي أقولها، وعندي أنا إحساسي بقيمة الشيء اللي عندي. إذا المكان للأسف عنا المسرح مع كذا تجربة بسبب ظرف البلد وظرف المحيط وظرف المالي والمادي، لم يعد يستطيع أن يقدر بعض الشخصيات أو المواهب. فأنا أتواجد بالمكان اللي بيقدرني.
بس. ما عملتي تجميل؟ ما أعتقد أنت ما عملتي حتى بوتوكس. مين قال؟ عم بسألك، انت قلت. عملتي ولا ما عملتي؟ عملت. بوتوكس؟ اي عملي هيك جبينك، ما في بوتوكس. هلا بيروح لانه عملت أوكي، مرتين. اي بس بوتوكس؟ اي غيره؟ بس فيلر ما فيلر، تكساس، لسه تجميل لسه. مثلا، ما في شيء. أه شو بقى فكرتك؟ شو؟ ليش ما عملتي تجميل؟ يعني الكل عم يعمل تجميل. هلا عملت البوتوكس هلا مرة، بوتوكس لا حبيت. تعتبر. حبيت مم. كتير مرة، كتير عجبني مرة، ما كتير حبيت حالي. مم. فما عاد عملت. ناوية يعني بتفكري انك بتقولي انه عبالي غير هلا أنا تفصيل؟ ماني كتير معي، يعني بحب حالي كيف أنا بعمري، مم. هيك إلي طريقة تفكير ما كتير بفضل. بس إنه كمان أنا بيعني لي إني أنا أطلع بأحلى صورة. يعني أنا آه، إنه هون هيك أحلى، هون مم. ببين عناصر الجمال الموجودة. يعني لأنه مم. بكل شخص، أنا ما عم بقول إني أنا جميلة أو مو جميلة، بكل شخص في شيء جميل. يعني مم. إني عزز الشيء، إيه ليه لا؟ يعني هذا الفن أصلا يعني هو قائم على الجمال، فكرة صح. الجمال. تعرضتي للتنمر بفترات معينة؟ بتتاخد لك صورة بطريقة غلط، تكوني موجودة بعزا، ياخدوا صورة لإلك أحيانا حتى يلعبوا فيها يمكن، أو وتبلش تعليقات إنه وردة كبرت، مايا ما عادت صغيرة وإلى آخره. كنت تقري هذا شفتي أول شيء هي التعليقات وقت انتشرت هي الصور؟ هلا انا اكيد متابعه مم. للسوشيال ميديا بشكل عام، يعني في شيء بس بقدر انا انه تابعه، في شيء ما مم. يعني ما بيطلع لي. هلا انا لا اعتقد انه هذا تنمر. التنمر بعلم النفس له تعريف معين على ويكيبيديا، إذا فتحت عليه اللي يعني هو معروف توصيف. ما شغلتي أنا هلأ أحكي عن التنمر، هذا مم. موضوع خطير جدا. مين قال إني أنا كممثلة بحق لي أحكي عن، يعني بدك حدا يا فيلسوف يا أديب يا اختصاصي مم. نفسي، أو يعني حدا بس أنا متعمق. اخترت إيه المفردات لا اللي لا، هقول ألطف لك يمكن. بالضبط شو مم. يعني، ليش أنا عم أقول لك إنه مم. هذا ليس تنمر. هلا كان في بعض الصفحات الصفراء، ما بعرف اذا مم. بتتسمى هيك، او إن خلينا نقول المواقع الصفراء، اللي هي لسبب ما انا او غيري يعني مم. مثل في حمله ضد شخص معين، بغض النظر حلو حلو، بشع بشع، كبير صغير، يعني ما مهم شو مم. الفكره. يعني ممكن تكون الفكره بتضحك لانه مو هيك، يعني احيانا بتكون الفكره عكسها مشان مم. انت تصير الدهشه اكثر. كان في حمله من الصفحات الصفراء، والدليل انه ليس تنمر، لأنه التنمر ظاهرة يجب علاجها للشخص اللي بيتنمر. يعني هو شخص لازم يتعالج، فأنت ما معقول تقول مثلا 7000 شخص كلهم رأيهم إنه هي مو معقول شو بشعة تقعد تعالجهم كلهم. ما بصير، يعني هن ما مرضى بصراحة مم. يعني. مم. ولكن لما بيكون في موقع، وما عم بحكي عن حالي أنا، موقع ما مم. خلينا نقول أصفر، ما بعرف شو لونه، ما بعرف ليش أصفر حلو، اللون أصفر ليش سموها صفحات صفراء. يعني متنمرين. ايه هن كلهم يعني انت مم. احيانا لازم تلاقي نسبة، مثلا في فنان انه 60% بيحبوه او مم. بيكرهوه، 70 او 88% او مم. 20%، لازم يكون في نسبة ما. اما لما بيكون 100% هن ضد، فاكيد هي موجهة. في شيء غلط. لا مو غلط، هو موجه، مو موضوع غلط ولا صح، لا هن عندهم هدف برأيهم حققوه، بس ببساطة الموضوع. فأنا بالنسبة لي حطيت نقطة انتهى عن هذا الموضوع لما ذكرت على صفحتي المتواضعة، اللي أنا ما كتير عندي مم. متابعين وأصدقائي، ماني كتير انفعلتها مم. بصراحة، تقصير مني. ذكرت إنه وهذا اللي لازم يصير بكل المجتمعات، لأنه أنا أعتبر أنه الدولة هي دولة قانون. مم. الدولة بمؤسساتها هي دولة قانون. لما يعني شرع القانون اللي له علاقة بالجرائم الإلكترونية، وأنا صرحت إنه أي شخص يتناول أي شيء بخصني، بخص حياتي الشخصية أو شكلي، أو بيتناول صورة من صوري بدون إذن مني، فهو سيحاسب قانونيا. فأنا خلصت من هاي القصة، بس نقطة انتهى يعني. مرت بسلام بعدين أعتقد. هلا هي أصلا يعني هي موجودة، مم. بالنسبة لي السلام موجود، مم. بس إنه أنت معلش أحيانا لازم يعني تعمل فرملة لبعض الأفكار. شو الحب بالنسبة لك؟ شو تعريفك للحب؟
الحب أكيد بالمفهوم الشمولي الأشمل، يعني الحب لكل شيء. في ناس تحب سيارتها بيتها، يعني أحيانا شيء مادي، الحب للوطن للأم. إذا بدك إنه تاخد باتجاه الحبيب. الحبيب أو الشخص الخاص يعني بحياتي، أو أنا حدا مرتبط، لأنه أنت بدك تسأل على الشيء الشخصي. أنا حدا مرتبط، وأنا أنظر للحب هو مو بس حالة إنسانية ضرورية جدا في المجتمع، يعني بهذا المفهوم الخاص، خلينا نقول مو الشمولي، هو كتير ضروري وإنساني وملح حتى بوقتنا هلأ. يعني إذا في رسالة هلأ للكون أو للناس بسوريا، إنه قد ما فيكم تعوا نحب بعضنا أو حبوا بعضكم، يعني هي مو هيك بتصير القصص، بس يعني أمنية. لأنه هو الحل، هو أحد الحلول، جانب طبعا العناية بالتعليم بالقضاء، في كذا نقاط أساسية. الحب مو بس حالة إنسانية وشعورية، لأنه الشعور أحيانا بخف لسبب ما، أحيانا بيزيد وبيضوج أكتر. الحب له كمان ثالوث، يعني مثل في ثالوث الرقابة، الأخلاق، السياسة، الدين، في ثالوث الفن اللي هو الزمان، المكان، الأشخاص، في ثالوث الحب. أنا بالنسبة لي الحب اللي هو المشاعر أكيد، الاهتمام والالتزام. بس العاطفة هي مصدر كل ضعف؟ ما بفكر هيك، لا. مرات هيك مرات لا. قوة. لا عندك العواطف من شيء تجربتك الإنساني، لا تجارب أبدا. الزواج أو أبدا الحب، أبدا أبدا. الحب العاطفة بيقوي، المفروض أي حب يضعف المفروض هو حب الغلط. إذا مو غلط، هو يعني الإنسان شايف بطريقة يعني إنه ما إنه حقيقي بيكون، أو الحب مؤقت، أو يعني ما بصير الحب ما بصير يودي أراني ما أنا لضعف. مو بس ضعف، لا أي شيء سلبي بحياة الإنسان. الزواج أو الحب أو العاطفة، ما بعرف كيف نسميها، بحياة رباب كنعان أثر على حياتك المهنية؟ لا أبدا، ما بسمح نهائيا. ولكن أنا قلت لك إني أنا التزمت بعائلتي، لهيك تقاليد معينة عنا بالعيلة، مثل يعني على يعني ممشى والدتي، التزمت مع العائلة وابتعدت عن الأضواء. بس إني أنا حياتي لا ما أبدا، أثرت. لا أبدا، ما بسمح لها، ما بسمح لحياتي. ما عم لك أي شيء سلبي. إذا أنا مؤمنة بشغلي، مؤمنة بأحترم العمل اللي أنا هي المهنة اللي امتهنتها، فأنا ما بقبل أي شيء يأثر. بالعكس، هن بيكونوا رديف بعض. أكيد. بس يمكن أحيانا بصير شيء خارج عن إرادتنا أساسا، حتى لو قلنا ما بنقبل، بس مثل اللي بيقول لك عاطفتي بتحكمني، او ما عم بقدر، والى اخره. فمن هذا الباب ما بقدر ما أفكر ضعفتي بهيك. شكلك بالحب. هلا مو ضعف، لا، يعني اكيد عشت كثير كثير من المشاعر بقلب الحب، يعني بس انه ما بقدر افكر بهي الطريقه انا. لا. طيب، على جوجل اذا كتبنا رباب كنعان، نحن قربنا نخلص تمام، بس على جوجل بيطلع لك اكثر شيء الناس عم بتدور عليه فيما يتعلق برباب كنعان. تمام، فأنا لواحد 2 3 4 5 جبت لك أول 5 أشياء الناس مهتمة فيها بحياة رباب كنعان. اوكي، هات نشوف. بدي على كل شيء عم يدوروا الناس عليه تعليق منك. يلا، تمام؟ على قد ما بقدر. بالمرتبة الأولى ولو بكلمة، بالمرتبة الأولى زوج رباب كنعان الثاني. زوجي الثاني. فيك تقولي أي شيء، يعني مو ضروري تقولي من هو. ايه بس بس فيك انا هلا يعني انه مرتبطه المره الثالثه، فانا عم بحكي عن شخص، يعني ما بدي اسيء للشخص اللي هلا أكيد. بحياتي، فانا بس ليش بحفظ. الناس بالمرتبة الأولى من هو زوج رباب كنعان الثاني؟ هلا الثاني كان دبلوماسي روسي الحقيقه. اي. هذا هو التعليق. اي طيب، بس انا هلا مرتبطه انا، يعني فانه إن الله شاء الله يوجه ألف له الخير مبروك. طبعا. كأنه أنت ما أعلنتي سابقا أنك هذا مرتبطة. شيء بيخصني، يعني ما حدا سألني وبخص. ارتباط أو زواج؟ هلا مم. شو الفرق؟ مشان أقول لك مبروك بس. لا، الفرق إني أقول لك الارتباط هو مبروك. اكيد زواج. إن شاء الله ألف مبروك. الارتباط هو اكيد زواج. إن شاء الله ألف مبروك يا شكرا. رب. بالمرتبة الثانية عمر الفنان رباب كنعان. عمري يا ترى بيزعلوا بنات جيلي؟ ليه؟ انا مواليد ال 71، 1971. العمر كله يا رب.
بس انت حبيتك، انت ما اكلتي هم حالك. ايه لانه عن اكلتي هم جد بنات ايه جيلك. والله كذا مره يقولوا لي ليه قلتي لا بقى المعروف تقولي. انه ايه. هلا لا بس صار الكل وما عندهم مشكله ايه لانه صارت تجميل اكثر. وهالقصص هي ايه. بالمرتبة الثالثة رباب كنعان مجلس الشعب. أمم. تعليق. فخوره جدا بهي الخطوه، لانه خلتني اني انا استحدث مقعد مم. ما كان موجود بسبب ترشحي يعني لخريجين المعهد العالي للفنون المسرحيه، لانه انا كنت مرشحه حالي مستقله، يعني ما عندي حزب يعني لحتى يعني يتبنى الترشح، ولا أنا رجل أعمال يعني إنه قطاع هي قطاع A و B له علاقة مم. مم. بحيثيات الإدارية للترشح. فأنا وأنا عم رشح حالي، فأنا عم رشح حالي عن شهادتي العليا اللي هي المعهد العالي للفنون المسرحية، واللي هي 4 سنوات. فهو كان في شيء اسمه فنون تطبيقية. مم. أنا إذا بدي أقول أوكي عليه وأنا ماني فنون تطبيقية، أنا بدي يصير قطاع بي، أنا ماني قطاع بي، أنا قطاع لأنه أنا جامعية، ما عندي أنا أكاديمية يعني. فما كان موجود مكان خاص لخريجين المعهد العالي للفنون المسرحية، مم. واحتجنا زمن وأخذ القصة وقت لاستحدثوه بقلب مم. الموقع، طبعا باستشارات واستشار القاضي وهيك، وهذا الطبيعي لأنه مجلس الشعب يمثل كل الشعب. مم. فأنا كتير فخورة إنه استحدث هذا المكان، وأنا قلت على صفحتي حتى لو لأني أنا بعرف إني أنا رشحت حالي ولا منتخب، بس حتى لو فنحن هذا المكان حتى لو فارغ، لأنه أنا مو عن طريق النقابة، مم. أنا مو كنقابية رشحت حالي، فحيكون حيملأوا حدا فيما بعد. تمام. بالمرتبة الرابعة رباب كنعان حاليا، وهذا يمكن حكينا قبل شوي انه الناس عندها فضول تشوف اليوم رباب كنعان. واخر شيء صور ابنة رباب كنعان، كيفها جوليا؟ هلا صور يعني انا يمكن ما عندي مشكله انه يكون في مم. صور، هن دائما بيطالبونا. هي ما كتير بتحب، فانا احترم خصوصيتها فقط. هذا اكثر شيء الناس عم بتدور عليه على جوجل. ختاما بدي احكي شوي دراما بالختام، بس قبل مرة صرحتي انه انت لو ما كنتي فنانة بمرحلة ما كنتي ممكن تكوني شوفيرة باص. اي هي طبيعي هذا يعني. هذا بطفولتي انا. يعني بابا كان مسميني علي كلاي، ضل بلاكن يعني هيك. ايه. وقراءاتي يعني من انا وصغيره نوال السعداوي وتحرر المراه، وانه المراه لازم يعني يكون عندها أعمال كمان شبيهة بالرجل، يكون عندها القوة البدنية إنه بتتدرب وهيك. ومشاهداتي برحلاتي، أنا طلعت على موسكو، يعني إنه السيدات اللي بيسوقوا هدول الترامفاي بيشيلوا السكة بإيدهم، يعني خلاني أحس إنه إيه، ومكان الباص ومعك ركاب وبتنزل مين ما بدك، بتطلع هيك والدركسيون هيك يعني. ايه، الدركسيون هيك عريض وعضلات وحتى الزوايا المسافات هيك انه بدك تاخذ مساحة اكبر وانت عم تلف وعم تصف، يعني كان مثير للاهتمام بالنسبة لي في هذا فكرة مجنونة تانية خطرت لك أو هي غريبة؟ مجنونة، هي فكرة مجنونة، ليك أكيد بيسوقوا إنه بروسيا لا، ترامفاي قصدي إنه وبيسوقوا. ممثلة تقول لو ما كنت ممثلة كنت شوفيرة باص، فبتحسي المجالين. لا هي سألتني انه انت شو كان ممكن يعني ايه. انه شو فكرتي يوما ما، فهي من أوكي. الشغلات اللي مم. يعني طبعا هذا بمراهقتي اكيد. ختاما على صعيد الدراما، عم تتابعي حاليا الأعمال اللي عم تنعرض أو لا؟ هلا انا عندي صفه سلبيه مم. وقديمه، يعني مو من هلا، انا لا اتابع شيء ابدا ابدا ابدا، يعني انا دوري اذا شفته يعني بجبر حالي لحتى بس مم. اشوف الاخطاء ويعني هيك اتجاوز بعض القصص. عندي هاي المشكله، عم درب حالي اني ارجع اشوف، لانه هذا يعني معيب اني انا اولاد، انا بخجل من انا اسفه عن جد. هو بس لازم اكيد الانسان دائما يتابع. هلا انا بتابع مقتطفات، بس لاني مم. حدا كتير دقيق بانه انا لازم اكون متابعه العمل من اوله لنهايته، اي عمل يعني. مم. فانا فيني اقول لك مقتطفات فقط. مقتطفات ما طرح السؤال تلقائيا. عم تنعرض حاليا نصوص عليكي؟ حاليا يعني في مشروع له علاقه بالمسرح، مم. بس ضمن الجامعه دراما. يعني. اي ما يعني خايف يكون نسياني شيء او هيك. مم. في خطط بالنسبه لي، بس بس ما في شيء ملموس يعني م. أو لا لا مباشر. لا ابدا ابدا. آه،
عموما كيف عم تشوفي الدراما اليوم عموما بعيدا عن أعمال؟ يعني اليوم في اتجاه يمكن صرنا أكثر تحررا من قبل على صعيد بعض المشاهد الجريئة، عم نشوف قبل، عم نشوف مشاهد عنف حتى بالدراما، عم نشوف أنواع مثلا دراما المعربة اللي هي تركية، مو مدبلجة، معربة، يعني العمل كله عم ينعاد. هي طبعا كله تحت مسميات مختلفة، مثل أنه هذا نوع خاص، هذا تطور وإلى آخره. أنت كيف عم تشوفي هي الحالة كلها؟ هلا انا مو مقصره ماني متابعه، مم. فلازم شوفه يعني فنيا، مم. يعني كل اللي عم تحكيه انت، كل النقاط اللي حكيت عنها. آه كونه كمان سؤالك له كذا يعني شق. هلا بما يتعلق بالاعمال التركيه، يعني انا اسفه من الناس اللي ما بتحبها، بس انا عن جد بحب بلاقيها حلوه. مم. انا الاعمال يعني المعربه محتاج المواطن السوري تحديدا هلا يشوف معلي مناظر حلوه، فتيات حلوه. هلا انا اكيد مو مع الاخطاء اللي انه فيها شيء مم. احيانا انه بالمنطق مو كيف ظابطه هي كيف طلعت من هون، كيف حكت مم. بهي الفكره وقبل. يعني هي يعني خليها مثل حدوته او حزوره للناس معلي عم تشغل ذهنها مشان تفكر يعني اكثر. بحسه شيء جمالي حلو الأعمال التركية. بعدين عن جد ممثلاتنا وممثلينا رائعين، يعني أنا فخورة جدا بالنتائج. يعني بما يخص الجرأة، الجرأة، مشاهد القبل أو مشاهد هلا أنا أعتقد من يعني هيك كمان تربينا نحن مم. عقائديا بالمسرح، بالمعهد. وأنا مع هي وجهة مم. النظر. يعني مو بس تربيت، وأنا يعني بجوز مش عم أقول لك بعد شوي إنه انسلخت عن مم. الفكرة. السينما أنسب لهذا النوع من العمل إذا هو دراميا موظف صح. يعني نحن بنقبل بفيلم أمريكي لحظة حميمة حب مثلا ضمة، بنقبل عن جد. حتى أنا ما بقبلها بمسلسل سوري. مم. يعني إحنا ما بعرف كيف إنه عنا رقابة على حالنا أو مجتمعنا أو نحن هيك ربينا. أنا عن حالي ما عم بقدر أتقبل، بس أنا كمشاهدة. هلأ بس أنا كاختصاصية بقول لك السينما تحتمل مم. هذا الكلام. والسينما عنا بسوريا كانت أصلا صح. من بداياتها في جرأة. فيها جرأة. هذا بما يخص هذا الشق. بقي الجانب اللي انت قلت لي انا ما حاسالك هذا السؤال لانه انت مانك متابعه مثل انت سالته. باقي العنف. باقي المشاهد العنيفة. العنف هلا كمان اذا اكشن وموظف صح ايه. ماني يعني شوي بحرك ادرينالين. ايه. لا، طالما انت قلتي لي مقتطفات، سألتك سؤال عام، انا كان بدي اي اسألك عن هلا اعمال على وجه العنف الخصوص. يكفينا مشاهد، يعني يكفينا ألم، ويكفينا صح. عذابات وخسارات فادحة في البشر والحجر فلا معلش نحن يعني بحاجة لفسحة نرجع فيها لحياتنا، بيئتنا، الحياة الاجتماعية اللي احنا ربينا عليها، اللي العلاقة بالاهتمام بالجار، بأنه نحن بلهفة صديق، بالحنية تجاه طفل. يعني أنا بشوف إنه يمكن العمل الاجتماعي أنا ميالة له أكتر، اللي هو بيشبه فصول الأربعة بس هو ما الفصول الأربعة. مم. لأنه الفصول الأربعة هو ابن زمنه، صح. اللي هو من كذا سنة. شكرا كتير لك، لحضورك ولوجودك، نورتينا وشرفتينا، وأنا بتمنى أنه تنعاد. شكرا لاستضافتي. بعد شكرا. قديش؟ 10 سنين بنعيدها؟ ما بتعرف. واحدة. شكرا جزيلا شكراً. النجمة السورية رباب كنعان. شكرا عطية، شكرا لاستضافتي، شكرا للجميع. شكرا.